خوتي المغاربة رجالا ونساء، إخواني سكان دائرة أقوراي، غيقولوا لكم عبد الإله بن كيران زاد عليكم في كل شيء. دخلت عليكم بالله واش بالصح؟ دخلت عليكم بالله. اولا واحد العدد ديال المواد طاح الثمن ديالهم، مالين الفلاحه كيشكيو انهم كيبيعوا دابا البطاطا ب10 ريال. اسمح لي انا اللي عارف، ومطيشه والبصله والدجاج واحد العدد ديال المواد طاح الثمن ديالهم، ولكن ماشي انا اللي طيحتهم، وانا ما بغيتهمش يطيحوا حتى لهذه الدرجه، لان الفلاح الا طاح الثمن ديال الخضره كيتضر، وحنا ما بغيناش الفلاح ديالنا يتضر. سمحوا لي. الحاجه الثانيه قال لك زاد في الحليب. اسيدي والله ما انا اللي زدت في الحليب، قال لك زاد في دانون. بغيت غير نسولكم، واش ما بقيتيوش كتعرفوا تصاوبوا الرايب؟ ديروا الرايب في ديوركم. هذاك اليوم شت، انا نقول لكم كلام قبيح، اليوم شت واحد الدراري في اليوتيوب قال لك نقاطعوا دانون 10 ايام، انا الاول غنستجب 10 ايام ما غنقيش دانون. اسمعوا لي، هذه مواد محرره، الاثمنه ديالها محرره، وهاد الناس اللي داروها ما شاوروني، ما طلبوا الراي ديالي، ولا اني غتقولوا لي واش ما زدتيش السي عبد الاله؟ لا زدت في ليسانس وزدت في المازوت وزدت في الفيول. نعم صحيح. وعلاش زدت الاخوان؟ زدت باش ما نخربش لكم الميزانيه ديالكم، لانه الى الميزانيه ديالكم تخربات البلاد ديالكم غتولي كتمشي على ركابها وحانيه الراس المنظمات النقد الدوليه وكتطلب تسلف باش تخلص داك الشيء. والحمد لله الاثمنه ديال داك الشيء بقات معقوله. خاصكم ديروا في البال ديالكم باللي المنظمات الدوليه ديال التنقيط كتنقط المغرب ايجابيا وكتقول باللي الاقتصاد ديال المغرب كيتحسن، وهذا الشيء غتكون عنده نتائج عليكم وعلى اولادكم في المستقبل.